النهارده هيكون عندنا تجربة لعيبة عقود الترشيح الجديدة، وكمان هيكون عندنا تجربة ميسي المجاني. فأقول لك بقى اللعيبة دي يعني أداها عامل ازاي، ولا يستحقوا يلعبوا في تشكيلتك ولا لأ. لو نبدأ صلى على نبي لكم كوباية صوص مرة بتحط لايك بدل العاب واشترك، عاوزين نوصل 4000 مشترك وتفعل زر التنبيهات، ويلا بينا نبدأ. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين ده باكج عقود الترشيح الجديد. عندنا رودري وميليتاو. بقى طبعا اشتريت رودري وميليتاو وجربتهم في كذا ماتش، ولكن هنجربهم معاكم النهارده ونديهم تقييم بقى. فعندك كمان بريمر، ديبالا، بيرنال، ديوجلو. فكرة الباكج برضه ان هو لعيبة كانت مصابة ولسه راجعة من الإصابة، يعني فاهم. فهنجربه النهاردة. وتعالى كده نروح. طبعا النهاردة نزل عندنا باكج جامد جدا في 4 لعيبة. عندك إيتو، شنايدر، فيني، برام دياز بالبليدز، وكل واحد معاه مهارتين ما عدا دياز معاه بليدز. فعندنا فتحة مجانية على الباكج ده بقى. فاللي هيجيلنا منه هنجربه لو كان مثلا بالصف الأول، أو يعني ما عدا آخر 2، فاهم. لو جالنا أي حد ما عدا ديلاب والواد التاني دوت مش هنجربه. يعني هنجرب الباقي. يلا بينا بسم الله. هنا جالنا ديفيد يا جدعان. ماشي ماشي يا جدعان، جالنا ديفيد زي الفل والله. ماشي نجربه. يلا يا جدعان جالنا ديفيد يا عم. ماشي هو كده كده فتحة مجانية فتمام، يعني نجربه. في بقى رجاله كده التشكيله. طبعا دي تشكيله انا هبتها النهارده، فاهم. خل بس كده. ونجيب نيمار. اسمه ايه اللعبه اللي هو ديفيد. هاته كده على الدكه. نجيبه مثلا مكان اول مؤقتا. معلش يا عم اول. ونطور ديفيد يا جدعان، نشوف كده اعتقاده بتوصل لايه. فين يا باشا؟ بيوصل ليفل 32. اوكي، يعني لو 99 مثلا يبقى كويس. شوفوا كده. تمام 99. طب والله شغال. هنشوف بقى طاقة اللعيبة. نبدأ مثلا بميليتاو. انا كده يا معلم. لعب معانا 8 ماتشات طبعا، بس ايه هنجربه النهارده معاكم. بيلد اب، بيلعب ار بي، منطقة دفاعية 93، وعي 94، تاكلينج، اجريشن اسطوري، انجاجمنت اسطوري، فاهم. منطقة دفاعية جامدة جدا، وسرعته 84. يعني ده واحدة من مميزات كروت ميليتاو برضه، ان هو بيبقى سريع مش بطيء اوي زي باقي المدافعين. جامب 91، فيزيكال 87 شغال. وعندنا معظم مهارات دفاع، هيدنج، انترسبشن، بلوكر. فميليتاو كطاقات ومهاراته كده كويس. تعال نشوف رودري. لعبنا ب 12 ماتش. انكو مان طبعا. دي طاقته في الدريبل والحاجات ديت يعني كويسة، فاهم. الباصات مش وحشة، فاهم، بالنسبة لدي ام اف انكو مان يعني. عندك الطاقات الدفاعية جامدة جدا، 94، 93، 97، 98 انجاجمنت. فطاقته جامدة جدا الدفاعية. 93 كيكنج باور، وسبيد 80، فيزيكال 83، مستمع 91، سول كنترول، وان تاتش باص. يعني شوية مهارات برضه في الباصات دفاع. فرودري جامد. ومعانا جالنا جوناثان ديفيد، فهنجربه. هنشوف كده. جول بوتشر، بيلعب ام اف. وايه المراكز دي؟ تعال نشوف كده. واي 91، 80 بول كنترول، 83 دريبل، فينش 90 كويس جدا. السرعة كام؟ 97 91، واكسلريشن 97. فجامد. تيرنج بار 88، بالانس 84. ماشي يعني شغال يا جدعان. دبل تاتش، دبل تاتش حلو جدا. تعال نشوف بقى ميسي التاني. طبعا انا بلعب بميسي دوت. جربت ارجع النسخة دي. جيب ميسي ده يا جدعان. نشوف تكوته برضو. لعبنا 9 ماتشات، ساهم معانا في 3 اهداف، ولكن هنشوف اداؤه في الملعب. يعني كرييتيف. فطبعا لازم تلعبوا ام اف، يعني على الجناح كويس، بس التحركات مش هتبقى احسن حاجة، فاهم. وعي 90 يعتبر. 97 بول كنترول. طبعا دي تطويرة خاصة يا جدعان. طورتها عشان يزود السرعة بس شوية. توب بوزيشن 97، 91 كيرل ورقم من الثبات. وهنا عندنا 84 سرعة و97 بالانس. فكارت جامد طبعا زي معظم كروت ميسي المجانية، فاهم. عنده دبل تاتش، شوية مهارات. ففيديو النهاردة بقى هنجرب اللعبة ديت في الديفيجن. ماشي يا جدعان، دخلنا اول ماتش. طبعا لعبنا ماتشات كتير بس مش هنحسبها، يعني فاهم، مش هنحطها عشان ما كانتش احسن حاجة. المهم دي الاسهم بتاعتنا. عندنا رودري سامو كويس، وطبعا غيرنا الخطة برضه عشان نلعب ميسي في الار دبليو عشان نركز عليه اكتر. معانا ديفيد سامو عادي. ماشي يعني تمام. نبدأ بالتشكيلة دي ونشوف تشكيلة الخصم. اوكي، معاه رونالدو ضربات الجزاء، معاه فيا، روبرتو، توتي. يعني معظم تشكيلته مجانية، بس ماشي تمام زي الفل. يلا بينا على الماتش. روح يا ميسي. يلا الكورة عند ميسي يا جدعان. ميسي.
يلا ميسي روح، روح ودي يا ميسي. حلو حلو ماشي، يعني توني ادمز كان واقف كده فاهم، بس حلو. ميسي يا ابن اللعيبه، ميسي راح ميسي هناك. بيلي ودي يا بيلي يا ولد يا بيلي. وحلو اول اسيست ده من ميسي يا جدعان، اول اسيست لميسي معانا النهارده. سيبه سيبه. ديفيد فيا يا جدعان انفراد والهدف الاول. كانسيلو. رونالدو حلوه ميليتاو. حلوه بيلي. ديفيد ودي يا ديفيد، اخيرا يا راجل عملت حاجه يا ابن اللعيبه. حلوه دي يا ديفيد، ماشي والله كنت ناوي ما اكملش بيه، بس حلو. ميسي راح الليو، راح الليو، راح الليو ودي يا ميسي يا اسطوره. يا ابن اللعيبه جامد جامد يا جدعان. شانلوجلو. حلوه ودي يا تشانلوجلو. يا ولد يا ولد يا ولد. يا نهار ابيض يا جدعان، الجون ده جامد، الجون ده رايق اقسم بالله. زي ما شايفين يا جدعان بينتهي الماتش الاول بنتيجة 4-1. يعني ادانا اتحسن على الماتشات اللي انا ما عرضتهاش، كان الدنيا كارثية. فالخطة واضح ان هي كويسة يعني الحمد لله. عندنا ميسي راجل مباراة 7.5، وديفيد برضو تشانلوجلو، يعني عملنا ماتش كويس جدا بصراحة. فيلا بينا على الماتش اللي بعده. طب يا جدعان دخلنا الماتش اللي بعده، زي ما انتم شايفين التشكيلة اللي هنبدأ بيها. الأسهم كويسة جدا، يعني عندنا رودري وميسي أمام عالي وميليتاو. فنشوف تشكيلة الخصم. في معاه رونالدو 107، معاه بيلي، معاه شنايدر، باجيو، مش عارف ايه خط جرينيتش اللي هو عامله في النص ده، بس ماشي يعني. تمام تشكيلة حلوة بصراحة. فيلا بينا. باجيو حلوة دوناروما. شيل بس، شيلوا نيمار، شيلوا يا رجالة، شيل يا اسطى يا جدعان. بصوا دخلت وسط كام، بصوا دخلت وسط كام واحد ورجعت له يعني فاهم. يلا بيلي. حلوة ميسي. بيلي، بيلي حط يا بيلي يا ابن اللعيبة. ايوه ايوه يلا بينا يا جدعان، تعادل زي الفل. يلا ميسي يا ابن اللعيبة ودي. استعجلت. بيلي حلو، روح يا ميسي، روح اللي روح اللي يا ابن اللعيبة. جون دي بقى، جون يا الله. يا جدعان لبس 2-3 في بعض كده وقام معدي فاهم. يا الله كانت تيجي دي. ماشي يا جدعان نعمل تبديلات. الواد ديفيد ده يعني ديفيد لا يعتمد عليه قوي بصراحة فاهم، مش قد كده يعني. فنزلنا بيبيتو وهات لي فيني. نجيب ممكن برونو. برونو فين؟ ماشي هات لي برونو مكان بيلي ونكمل الماتش. ودي هناك باريلا، يا باريلا. لسه هي باريلا مشيت الحمد لله الحمد لله. بس نستاهل يا جدعان، والله نستاهل الحظ يبقى معانا، احنا ماسكين الماتش يعني. كانسيلو يا ولد، ده كانسيلو عرضية. برونو يا برونو يا عالمي. شوف يا بيبيتو يعني ايه ام اف جاب رأسية وانت مش عارف تجيب رأسية يا اسطى. برونو ودي باص يا ابن اللعيبة. برونو بيتو بيتو واحدة لوب يا ابن اللعيبة. ده انا اسف يا عم بيتو، انت عمي يا اسطورة. بس برونو يا جدعان نزل فرق جامد والله. ماشي يا جدعان وبنتهي الماتش بنتيجة 4-1 اعتقد برضه زي الماتش اللي فات. ومعانا برونو رجل المباراة، نزل من على الدكة جون واسيست، فأداء عالمي منه. شوف كده برونو وباريلا نفس التقييم، وهو وبيبيتو كمان. فزي الفل يا جدعان. يلا بينا الماتش اللي بعده. مع حارس كده كابوسا. هو تقريبا ده تعليق بس انا مش فاكره تمام يعني. يا ودي ماشي يا جدعان. دي الاسهم. كاسيميرو سهم عالي بس للاسف طبعا مش هيلعب. هات كده التعليمات. احنا هنسيب رودري، مش هنخليه دي بلاين بما اننا بنلعب بسي ام اصلا. هات له كده ورودري كده تمام يا جدعان في تشكيلة الخصم. اوكي معاه ديفيد نسخة قديمة، معاه صلاح، معاه ميسي، معاه رودري من اللي معانا. يعني مش عارف، انا مش فاهم التشكيلة والله، يا لعيبة قديمة على لعيبة حلوة مش عارف، بس ماشي يعني تمام. بابي بيلي ودي يا ولد. يلا ميسي راح ليو عرضية
امبابي يا ولد يا اللي امبابي بيجيب بدماغه اهو، واسيست يا جدعان من ميسي. اوه هجمة تكتيكية حلوة جدا بصراحة، جون رايق. امبابي يا ولد يا امبابي. ميسي ميسي حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ابن اللعيبة يا ميسي يا ابن اللعيبة جامد. كرة عرضية وديفيد اوه عرضية وهالاند وفي العرض احسن يا اسطى، ما كفاية عرضيات يا معلم. مبابي مبابي لعيب. نيمار حط يا نيمار. حرام يا جدعان، ازاي صدها ازاي يا جدعان؟ يا الله. كورة انفراد لهالاند ودوناروما يا ولد. يا جدعان 200 ماتش من ليج تعادل 2-2. الدفاع بقى صعب اوي يا جدعان، يعني او الهجوم هو اللي بقى اسهل، فاهم؟ انا مش عارف ادافع حتى الان، فيعني خلونا نخش على الماتش اللي بعده. ماشي يا جدعان، جالنا 3 شرط، يلا بينا. اوكي جالنا ديفيجن تالت ولسه صاعد. ماشي يا جدعان، نشوف الاسهم. عندنا ميليتاو وميسي هموم عالي، ولكن تشانالوجلو وكانسيلو مش هيلعبوا. طب ممكن نجيب هنا باريلا ونجيب هنا ماشي سي سهم كويس، فنشوف تشكيلة الخصم بقى. معاه اوين برونو فالفيردي فورلان، معاه فيتور بايا يا اسطورة. ماشي يا رب نجيب جون النهارده يا جدعان. مبابي يا ابن اللعيبة يا مبابي. نيمار بتاعتك يا نيمار يا ابن اللعيبة، عاش. بس الاسيست جامد من مبابي، متوقعتش هتروح كده. بص يا ابن اللعيبة جدعان، السرور او اللي هو السرور عالي بقى بعد التحديث، بقى جامد اوي. كورة اوين دي غلطتي دي، سحبت انا ميليتاو. ماشي يا جدعان التعادل. يا جدعان للاسف التسجيل فصل في نص الماتش لان التليفون كان مفيش مساحه يعني. المهم احنا خسرنا الماتش. انا الصراحه مش عارف ادافع خالص بعد التحديث. كل ماتشات يعني في ماتشات كتير باخد اجوان، فاهم؟ واخر ماتش خدت جونين وده جونين، لبست جون. فالدفاع صعب قوي بعد التحديث يا جدعان، او الهجوم هو اللي بقى سهل، فاهم؟ بقى اسهل انك تتراوغ وبتاع. فالمهم خلينا نخش على تقييم اللعيبه. نبدأ بميسي مثلا. ميسي لعب معانا 17 ماتش، ساهم في 9 أهداف. المساهمات مش أعلى حاجة، بس يعني مش كل حاجة الأرقام. وهو أداء في الملعب يا جدعان جامد قوي. لو أنت معكش نسخة قوية مثلا من ميسي، أو بتحب ميسي مثلا ومعكش نسخ خالص، فالنسخة دي تلعب أساس عادي جدا عندك. فالكارت ده كويس جدا. هديله الصراحة 9/10، عشان هو بطيء شوية حتى مع التطوير اللي اديتهاله، يعني مش اسرع حاجة. ممكن برضه تديله بوستر بيزود في السرعة والفيزيكال، هيبقى جامد معاك. نخش مثلا على ميليتاو لعب معانا 16 ماتش. كويس جدا يا جدعان، تحركاته ممتازة، ماتش اب بتاعه ممتاز، تعاملات ارضية هوائية كل حاجة ممتاز، سرعته كويسة جدا. الكارت ده ياخد 10/10 يا جدعان. لو مش معاك مدافع كويس بيلد اب، او لو مش معاك نسخه من ميليتاو تقدر تجيبه. الكارت ده جامد جدا. رودري بقى يا جدعان نجم الباك، احسن لاعب في الباك واحسن DMF انكر مان في اللعبه من وجهه نظري يعني. انا طبعا ما جربتش حد يعني، فاهم؟ بعيدا عن الايبك يعني. فرودري جامد اوي يا جدعان، انكر مان طاقته جامده جدا. لو مش معاك انكر مان كويس، او لو مش معاك نسخه من رودري، تقدر تجيب النسخة ديت، وهي أقوى من نسخة اللي هي كانت عروض الترشيح القديمة، دي أقوى منها بكتير طبعا. 10/10 يا جدعان. وديفيد اللي تلاقي ما يتلعبش بيه الصراحة، فاهم؟ لو جالك ارميه ارميه في الزبالة يعني. بس يا جدعان ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم فيديو جاي كتير إن شاء الله، والسلام عليكم.